أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا الكرام، متابعينا الأفاضل، نحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. مرحبا بكم في يوم جديد من أيام هذا المهرجان، مهرجان الأمير الوالد حفظه الله ورعاه، حيث نتابع ونشاهد معكم أعزائي المشاهدين هذه المنافسات والتحديات الكبيرة في عالم الأصايل. انطلاقة ولا أجمل مع فئة الحقائق في هذا الصباح الجميل، اليوم الثاني في منافسة جميلة، في تحدي مميز ومثير مع ال4 كيلومترات، حيث نشاهد ونتابع معكم مع انطلاقة 7 الأشواط الصباحية الخاصة بالإبكار، ونشاهد معكم هذه الأسماء والأعداد والشعارات التي توافدت إلى ميدان الشحانية، إلى ميدان التحدي، حيث التحديات والإثارة في عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة. انطلق بحفظ الله وتوفيقه هذا الشوط، وانطلقت آمال الأخوة المشاركين، الكل يبغي له نقطة صباحية في هذا التحدي الصباحي الجميل وفي هذا المهرجان، ومادة الزعفران وجوائز أيضا حاضرة هنا قيمة بانتظار الفائزين. نتابع مسار هذا الشوط ونذهب مباشرة للمقدمة الأولى إلى الصدارة مع زعفران على مقدمة الشوط بشعار ناصر بن مبارك بن ناصر المنصوري، يقدم زعفران اللي تقدمت إلى المركز الأول وتبحث عن زعفران حاضرة بشعار المنصوري على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول، بينما نتابع في المركز الثاني في هذه اللحظات تتقدم أرصاد محمد بن حمد بن محمد الجهويل المري، يقدم أرصاد اللي تحتل المركز الثاني، والنقلة مباشرة إلى ثالث المراكز، حيث سمحة تتواجد بشعار محمد بن سالم بن مبارك النابت المري، يقدم سمحة اللي تحتل المركز الثالث. المركز الرابع وصلت عسيلة واخذت المركز الرابع، طالب بن ناصر الغفراني المري يقدم شعاره في المركز الرابع شعار المقدور، نعم. بينما في المركز الخامس من الجانب اليمين ايضا ياتي تواجد من عجائب عبد الله بن جبر بن عبد الله المخضب الهاجري، يقدم لنا تحدياته في المركز الخامس مع هذه اللحظات الجميلة. وهنا اسماء بدأت تتدخل وايضا تصل الشرود لمطر بن عبد الله بن مطر بن ضابط الدوسري، يقدم الشرود مع هذه اللحظات الجميلة اللي وصلت وخذت المركز الخامس. ولكن إذا شاهدنا خلف المراكز اللي تابعناها، هنا نتابع أعداد وأسماء وشعارات حاضرة وبكل قوة في هذه المنافسات الجميلة. ما شاء الله كرنفال سنوي كبير هنا على أرضية ميدان الشحانية، وهو مهرجان الأمير الوالد، تحديات ولا أجمل في عالم هذه السباقات، سباقات الهجن العربية الأصيلة. عودتنا إلى زعفران مع شعار المنصوري اللي يتسيد الموقف مع زعفران. الله الله الله، الأداء جميل يا المنصوري مع مقدمة الشوط في موقع الصدارة. ناصر بن مبارك بن ناصر المنصوري يقدم لنا زعفران على البداية الأولى وعلى المركز الأول، بينما نتابع عسيله مع المركز الثاني طالب بن ناصر بن علي الغفران المري. ولكن ما شاء الله اسماء بدأت تتدخل في هذه اللحظات، تابع الوصول والقدوم من مهام اللي وصلتنا في هذه اللحظات بشعار محمد بن سالم بن دغاش العامري، بدأ يقدم لنا مهام، وأيضا بن دغاش يبغي هنا هذه الانطلاقة من خلال مهام اللي كلفنا
شرفها بهذه المهمة الكبيرة. بينما نتابع على المركز الثالث من وصلت في هذه اللحظات هملولة راشد بن محمد بن راشد المزروعي قادما مع هذه اللحظات الجميلة. ولكن نتابع أيضا عجائب هنا تتواجد وتحضر بطموحات وآمال أبناء ميدان الشحانية مع شعار عبد الله بن جبر بن عبد الله الهاجري. ولكن أرصد التقدم من مرسوم. وصلت في هذه اللحظة حمد بن سالم بن جهويل اللي بدأت ترسم طريق المقدمة هناك مع هذا الانطلاق مع الكيلومتر الأخير والمثير. نتابع الأسماء القادمة. وصلت سمو حمد بن عبد الله بن راشد الزعبي قادمة وبكل قوة هي الأخرى تتواجد بشعار الزعبي وتنطلق على المركز الثالث. المركز الرابع زعفران. المركز الخامس وتابع التقدم والوصول في هذه اللحظات من وجاهه القادمة بشعار محمد بن بطيئة الحسنة المري. ولكن ارصد القادم أيضا والواصلة ما شاء الله تبادل للمراكز وإثارة. وتحضر في هذه اللحظات أمسية سعيد بن علي بن عامر الزرعي قادما مع انطلاقات هذا الصباح بأمسية. ونتابع الأداء الجميل والمثير. الله 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 الله، هناك الصدارة، هناك المقدمة. انطلقت سمو إلى موقع السمو والرفعة. هذه سمو على مقدمة الشوط مع المركز الأول والصدارة. حمد بن عبد الله بن راشد الزعبي يقدم سمو على مقدمة الشوط مع اللحظات الأخيرة. شكلها جميل وأداها ممتاز في اللحظات الجميلة. الله 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 الله، اسم على مسمى. السمو سمو سمو الذي أيضا تواجدت بأداء كبير وانطلقت إلى الناموس. سلام يا سمو سلام، تهانينا على هذا الفوز والانتصار لحمد بن عبد الله بن راشد الزعبي على فوز سمو بالمركز الأول وانتزاعها ناموس هذا الشوط. المركز الثاني من وصلت في ثاني المراكز مهام محمد بن سالم الدغاش العامري. المركز الثالث وكانت هناك أمسية سعيد بن علي بن عامر الزرعي. المركز الرابع كان من نصيب الوارية للزفنة بن مسلم بالزفنة العامري. والمركز الخامس كانت هناك مرسومة لحمد بن سالم بن جهويل النابت. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. تابعنا شوط مثير وشاهدنا سمو التي تواجدت بانطلاق جميل وكانت على الموعد حاضرة بشعار الزعبي. سلام يا سمو سلام. لحظات القدوم في الأمتار النهائية ما شاء الله يا سمو، لحظات جميلة يا الزعبي مع الفوز والانتصار. وهذه سمو تصل إلى خط النهاية. نتابع توقيتها الزمني، قطعت مسافة ال4 كيلومتر في 5 دقائق 55 ثانية 54 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لحمد بن عبد الله بن راشد الزعبي على هذا الفوز والانتصار. بينما مهام وصلت في 5 دقائق 56 98 جزءا من الثانية. تهانينا لمحمد بن سالم الدغاش العامري. المركز الثالث أمسية بشعار الزرعي في 5 دقائق 57 21 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس أيضا لمالكي أمسية سعيد بن علي بن عامر الزرعي. تهانينا والناموس للجميع. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، سعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. تتواصل التحديات والإثارة